فنان وقفوا دفنته علشان الحنة والريحان. رشدي أباظة تعب جدا في أيامه الأخيرة، والدكاترة صرحوا والدته بنوع المرض اللي عنده وقالوا لها إن أيامه بقت معدودة في الدنيا. بس رد فعل والدته كان غريب جدا ومش مفهوم وصادم. تعالوا أقول لكم التفاصيل والأيام الأخيرة في حياة دون جوان وإيه سبب حزنه الكبير قبل ما يرحل. تابعونا لآخر الفيديو. لما الدكاترة كشفوا على رشدي أباظة وعمل التحاليل والأشعة عرفوا النتيجة ومرضيوش يقولوا لأي حد إلا والدته. والطبيب قال لها أنا آسف يا هانم، رشدي عنده ورم في المخ مرحلة متقدمة. وقتها عرفت الأم إن دي نهاية رشدي أباظة، وسيطرت على الأم الطابع الأوروبي اللي ما بيعترفش كتير بالمشاعر الإنسانية في اللحظات اللي زي دي، وفكرت في الثروة اللي كتبتها له وإزاي إخواته من أبوه يورثوا الثروة دي من بعد رحيله باعتبار ما عندوش ولد. علشان كده فكرت إنها تاخد الثروة دي من رشدي أباظة قبل رحيله. علشان كده فتحته في الموضوع وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وقال لها أنا ما طلبتش منك تكتبي لي حاجة، أنا مش قادر أفسر موقفك، قوليلي بصراحة في إيه؟ فضل رشدي أباظة لمدة 3 أيام في أوضته مش عايز يشوف حد أو يتكلم مع حد، وفهم إنه على وشك النهاية. وده اللي خلى والدته تفكر في إنها ترجع ثروتها اللي اديتها له علشان ما تروحش لإخواته. وفعلا نفذت الأم اللي هي عايزاه، لكن موقف أمه خلاه يقرر ما يستسلمش ويحاول يدور على علاج لنفسه. وراح للدكتور علشان يفهم منه حكاية إن في عمليات بتتعمل في ألمانيا لاستئصال الورم ده، وسافر فعلا لألمانيا علشان يعمل العملية. وكانت مصر كلها في الوقت ده بتتابع حالته الصحية وبتتمنى له إنه يرجع، وده اللي حصل فعلا، لأنه بعد أقل من 3 شهور كان رشدي أباظة بيقف في البلاتو قدام الكاميرا علشان يبدأ بالفعل تصوير دوره في فيلم الأقوياء مع المخرج أشرف فهمي، واحتفل الكل بعودته. لكن بعد أسبوع واحد على تصوير رشدي مشاهده في الفيلم رجعت له الآلام مرة تانية وبدأت تظهر مضاعفات الجراحة، ووقع رشدي أباظة في بلاتو التصوير، ونقلوا أخوه فكري بمساعدة فريق العمل للمستشفى وعملوا له بعض الإسعافات اللازمة، لكن مفيش فايدة وتوفى. وكمل المخرج مشاهده بأنه صور الفنان صلاح نظمي من ظهره، وقام أحمد زكي بتقليد صوته، ورفض أحمد زكي أو صلاح نظمي ياخدوا فلوس مقابل ده، ورفضوا كمان كتابة أسمائهم على تتر الفيلم وفاءً لروح صديقهم رشدي أباظة. لكن قبل ما يتوفى رشدي أباظة وصى عامل الإكسسوار دونجل اللي كان ملازمه في كل أعماله وقال له وصيتي في رقبتك، أما موت تفرش قبري بالحنة والريحان. وفعلا أما توفى جري عم دونجل على فكري أخو رشدي أباظة وطلب منه يوقف الدفن علشان ينفذ الوصية. وركب عم دونجل عربية الموتى مع الجثمان، وعباس أخو عم دونجل ركب الموتوسيكل بتاعه علشان يجيب الحنة. لكن وهم في طريقهم لقوا حادثة كبيرة عاملة زحمة في الطريق، ولقوا عربية رمل داخلة في موتوسيكل، واتفاجئوا إن اللي كان سايق الموتوسيكل عباس أخو عم دونجل اللي توفى فدا تنفيذ وصية رشدي أباظة. عم دونجل كمل وراح دفن رشدي أباظة ونفذ وصيته، وبعدها رجع يدفن أخوه. خليني أقول لكم إن سبب اختيار رشدي أباظة للحنة هو إنه كان بيؤمن إنها بتساعد على تحلل الجسم بسرعة، وهو كان عايز جسمه يختفي بسرعة بعد الوفاة. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر الأعمال اللي بتحبوها لدون جوان. اغتيال زعيم قدام الشيراتون والسبب عربية.
نشرت صحيفة كويتية في عددها الصادر في أغسطس سنة 76 في صفحتها الخامسة تقرير طويل عن محاولة اعتداء على عادل إمام، وجه في تفاصيل الخبر إن 3 شبان بيهاجموا عادل إمام قدام شيراتون القاهرة. يا ترى إيه بقى القصة؟ كان عادل إمام بيعرض مسرحيته المعروفة شاهد ما شافش حاجة، وبعد العرض خرج مع عمر الحريري شريكه في العرض المسرحي لمكان في شارع الهرم، وكان معاهم الفنانة زبيدة ثروت. في الوقت ده كان المكان اللي قاعدين فيه بيقدم فقرات فنية وغنائية واستعراضية، زي مثلا فقرة لعدوية وهو بيغني. وبالمناسبة صحيح عادل إمام كان من محبين أحمد عدوية، وعلشان كده هتلاقوه ظهر معاه في أفلام كتير زي عبده كفتة في المتسول وشعبان تحت الصفر. المهم نرجع لموضوعنا. بعد ما السهرة انتهت حس عادل إمام بالجوع، فراح على فندق الشيراتون. وهنا بقى حصل موقف غريب جدا. اتعرض عادل إمام لحادثة غريبة لما تعرض له 3 شباب وحاول الاعتداء عليه. واحد ضربه تحت عينه، وواحد حاول يضربه بالسكينة. واللي أنقذوا منهم مين بقى؟ اللي أنقذوا منهم هو المعجبين الكتار اللي جم وكانوا حوالين عادل إمام. واتدخل المطرب الشعبي محمد عبد المطلب اللي كان في طريقه بالصدفة لفندق الشيراتون. وبعدها قدر عدد من الناس اللي كانوا موجودين في محيط الفندق إنهم يتعرفوا على 3 شباب اللي تعرضوا له، وادوا لعادل إمام ورقة عليها اسمائهم، وطلع بيها عادل إمام على اسم البوليس وقدم بلاغ بالحادثة. والتحقيقات بينت إن ال3 شباب دول حاولوا يعتدوا عليه قبل كده لكن ما عرفوش، وبالصدفة إنهم كانوا موجودين في نفس المكان اللي كان سهران فيه عادل إمام، ومشيوا وراه لحد فندق الشيراتون. والتحقيقات بينت كمان إن 2 من الشباب دول شغالين في تجارة العربيات ومعروفين في شارع الهرم، والثالث شغال في السلك العسكري. وفي شهود قالت إن الخناقة كانت بسبب الخلاف على بيع عربية، لأن عادل إمام كان عايز يبيع عربيته القديمة لواحد من تجار العربيات اللي اعتدوا عليه لكن ما باعهاش، فده بقى ضايق التاجر وقرر إنه ينتقم منه. أما بقى في إبريل 2012 نشر موقع العربية السعودية خبر إن الفنان عادل إمام اتعرض برضه لاعتداء من جماعة مجهولة كانوا شايلين أسلحة بيضة، وده أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل فرقة ناجي عطا الله في منطقة بورسعيد. والجماعة دي ما أعلنتش عن السبب أو الدافع لأذى الزعيم، بس بيقال إن ده بسبب اتهامهم لعادل إمام بالإساءة للدين الإسلامي في بعض أعماله اللي قدمها خلال مشواره الفني. أما بقى في سنة 2011 أعلن صفوت غطاس منتج مسلسل فرقة ناجي عطا الله عن تعرض المسلسل لهجوم البلطجية خلال تصوير المشاهد الخارجية في منطقة من مناطق القاهرة. والمرة دي البلطجية كانوا عايزين يسرقوا معدات التصوير، لكن الفنيين في المسلسل اتصدوا ليهم، وده اللي خلى منتج المسلسل انه يجيب حراس لحماية فريق العمل. بس الزعيم ما حصلوش اي حاجة لانه اصلا ما كانش موجود وقت الواقعة في موقع التصوير. اما بقى في سنة 2009 نشرت صحيفة الرياض السعودية خبر عن شاب حاول التعدي على عادل إمام أثناء تصويره فيلم جديد، واتكلم معاه بحدة في استوديو النيل بالعمرانية. وكان الشاب بيتكلم بتحفز عن أحوال السينما والفن وتدني المستوى الثقافي وانتشار الأفلام الهابطة. وبسرعة راح الحارس المكلف بحراسة عادل إمام ومسك الشاب ده. في النهاية قولولنا في التعليقات إيه أكتر فيلم أو مسرحية بتحبوها للزعيم عادل إمام. مغنية نصحوها تفقد صوتها للأبد لو غنت تاني، والسبب ابنها.
رغم جماهيرية فنانات الصف الأول زي أم كلثوم ووردة ونجاة وفايزة أحمد، إلا إن أغانيها كانت علامة مسجلة باسمها، لأنها صاحبة أكتر أغاني للمناسبات وخصوصا الفرح، زي أغنية مبروك عليك يا معجباني. تعالوا أقول لكم حكاية شريفة فاضل أم البطل ومين اللي رجعها من الاعتزال. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها الحقيقي شوقية محمود أحمد ندى، وانفصل والدها عن والدتها وهي طفلة، وبعدها اتجوزت والدتها من إبراهيم فلكي، وده واحد من أثرياء مصر في الوقت ده، واللي اتحط اسمه على ميدان الفلكي في منطقة وسط البلد. وعاشت في عوامة على النيل، وكان بيزورها كل المشاهير، وجدها يبقى المقرئ أحمد ندى مؤسس دولة التلاوة. وبدأت حياتها الفنية لما كانت صغيرة وغنت قدام الملك فاروق، وبعدها اشتركت في فيلم الأب سنة 47 وعمرها كان 9 سنين بس. التحقت شريفة فاضل بمعهد التمثيل، بس لأنها كانت لسه صغيرة كان حضورها استماعي بس، وبعدها انضمت للإذاعة واختار اسمها الفني الشاعر صالح جودة، وعرفها على كبار الشعراء والكتاب والفنانين، وبدأت تشارك في أفلام زي حارة السقايين ومفتش المباحث والراعية الحسناء، وأطلق عليها الجمهور لقب سلطانة الطرب. وكانت حريصة على إنها تعمل أغنية لشهر رمضان، فاتفقت مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى وكتب لها أغنية تم البدر بدري، وسجلتها في الثلث الأخير من شهر رمضان ونجحت بشكل كبير، والجمهور كمان اتعلق بيها ورفضت تاخد أي فلوس مقابل الأغنية. وفي سنة 58 اتجوزت من المخرج السيد بدير، وأنجبت منه ولدين هما سيد وسامي، وانفصلت عنه بعد 4 سنين بسبب غيرته الشديدة عليها. واتخرج ابنها الكبير من الكلية الجوية سنة 70 واتدرب على الطيران في روسيا، وكان من أفضل الضباط، وشارك في معارك الاستنزاف واستشهد، وخافوا من رد فعلها، فاضطر يبلغها السيد بدير باستشهاد ابنهم الملازم أول السيد بدير اللي كان عنده 20 سنة. وجالها صدمة عصبية كبيرة وانهارت، وقررت تعتزل الغنى بعد استشهاده بشهور. واحتفلت مصر بانتصار أكتوبر، وزارتها صديقتها الشاعرة نبيلة أنديل، وطلبت منها تدخل غرفة ابنها الشهيد سيد، وخرجت بعد نص ساعة ومعاها أغنية اسمها أم البطل، وقالت لها دي أغنيتك انتي وكل أمهات الشهداء، وطلبت منها تغنيها. ورفضت شريفة فاضل طلبها في البداية، ولما قرت لها كلماتها نبيلة أنديل اتأثرت وبكت وأغمى عليها، ولما فاقت طلبت من الملحن علي إسماعيل يلحنها، وراحت سجلتها في الإذاعة، وللمرة التانية فقدت الوعي وهي بتغنيها، ما كانتش قادرة تسيطر على دموعها، لدرجة ان فايزة احمد قالت لها بلاش تغنيها طالما مش قادرة، بس شريفة اصرت تسجلها في نفس اليوم. ولما الاغنية نجحت جدا طلبوا منها تغنيها في الحفلات، ورجعت للغنى، وفي اول حفلة غنتها اخر اغنية للجمهور، وكان متفاعل معاها جدا الجمهور وقتها، وكانت حابسة دموعها لدرجة إنها اتعرضت لنزيف حاد في الأحبال الصوتية، ونصحها الدكاترة ما تغنيش تاني لأنها ممكن تفقد صوتها للأبد. وقالت طول الوقت ما تقدرش تنام من غير ما تبص لصورة ابنها وتبص عليه، ودخلت في حالة اكتئاب وزهدت الحياة، وقررت تعتزل الغنى من جديد، وأسست بعد كده كازينو الليل في الهرم، وكان مخصص للعائلات، وخرج منه نجوم ومشاهير كتير زي أحمد عدوية. وبعد كده اتجوزت للمرة التانية من اللواء طيار علي زكي، وأنجبت منه ولد اسمه تامر، وبعد سنين أصيب زوجها بالشلل، فاضطرت تبيع الكازينو علشان تتفرغ لعلاجه وخدمته، ورحلت عن عالمنا في 2023، وسابت وراها رصيد فني كبير من الأغاني اللي هتخلد اسمها. رحم الله شريفة فاضل، رحم الله سلطانة الطرب.
تعمل ايه لو جاتلك رسالة مكتوب فيها أبو الحسن فنان سابق ومتسول حاليا؟ دي رسالة للإعلامي معتز دمرداش جاتله على تليفونه، ولما اتصل بالرقم لقى فعلا إن صاحبها هو الفنان محمد أبو الحسن. حلقتنا النهاردة عن بطل مسرحية سك على بناتك اللي قدم فيها دور عمره ونجح نجاح كبير. يا ترى محمد أبو الحسن ليه بعت الرسالة دي؟ خلونا نعرف الحكاية. بعد الرسالة اللي بعتها لمعتز دمرداش قرر يعمل معاه لقاء، وكان آخر لقاء ليه قبل رحيله، وقال الناس بتاكل 3 وجبات في اليوم وأنا باكل وجبة واحدة من إيد مراتي المخلصة، وأنا قنوع جدا وربنا يطرح البركة في اللقمة الصغيرة. وبالكلمات دي كان أبو الحسن بيختصر المعاناة اللي عاشها في أيامه الأخيرة. محمد أبو الحسن من مواليد سنة 40 واتخرج من كلية الزراعة واشتغل مهندس زراعي في مديرية الزراعة في القاهرة، وبعدها التحق في العمل في التلفزيون المصري في برامج الأطفال. والصدفة لعبت دورها مع الفنان محمد أبو الحسن، وكانت في مفاجأة حلوة مستنياه لما اعتذر الفنان أسامة عباس عن دور حنفي في مسرحية سك على بناتك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس. فؤاد المهندس قرر على طول إسناد الدور لمحمد أبو الحسن، وكان عند حسن ظنه وناقش بالدور ده صورته في عقول كل محبين الفن ومسرح فؤاد المهندس. وعلى الرغم من شهرة دوره في مسرحية سك على بناتك، إلا أن رغبة المخرجين في تكرار نفس الشخصية وتكرار إذاعتها كان سبب في غضبه رغم التوقعات الكبيرة بأنه يبقى واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر. حاول محمد أبو الحسن تغيير أدواره، وبالفعل شارك في مجموعة من الأفلام والمسلسلات، منها المال والبنون وعلى هامش السيرة وأفلام زي البرنس ومقيدة ضد مجهول ومحطة مصر وغيرها من الأعمال. وفي سنة 86 بدأ المرض يدخل جسم أبو الحسن لما فوجئ أثناء عمله بألم شديد في القلب، واتنقل بسببه للمستشفى، واستدعت حالته السفر لباريس علشان يعمل جراحة تغيير 7 شرايين في القلب. الفنانة سهير رمزي قامت بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر يعمل العملية لغاية رحيله في يوم 8/6/2014. وقبل كده كانت سهير ضيفة في برنامج ساعة صفا، ولما عمل أبو الحسن مداخلة وحكى فيها ظروفه فانهارت سهير رمزي وبكت على الهواء. في السنين الأخيرة من حياته عانى محمد أبو الحسن من تجاهل المخرجين وحتى زملائه اللي شاركهم أعمالهم لسنين طويلة، بعد ما هدوا المرض طبعا وعانى من الفقر الشديد وبقى من غير شغل. علشان كده بعت الرسالة المؤلمة دي للإعلامي معتز دمرداش. وقال أبو الحسن كمان إنه حاول الاتصال بالفنانة إسعاد يونس لمساعدته لكنها ما اهتمتش، وقال أنا وقفت جنبها كتير في بداية حياتها ودلوقتي بتقفل التليفون في وشي. محمد أبو الحسن قال أنا فعلا متسول فن مش مال، فالحمد لله ربنا مش بينسى حد، فأنا أتسول الفن لأن الفن حياة وبيمتع الإنسان ويساعده في الضحكة والابتسامة، والابتسامة كمان صدقة. وأعلن في لقاء تلفزيوني إن الظروف دفعته إنه يقف قدام مبنى مسبيرو وهو شايل يافطة مكتوب عليها فين العدل يا مصر. اتكلم الفنان محمد أبو الحسن كمان عن عادل إمام وقال كنا أصدقاء في الجامعة وكان بيتقرب مني لأني كنت مشهور وكنت بتكلم مع المخرجين عن موهبته. ولما لمع نجم عادل إمام وكان أبو الحسن مشترك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور طالب، قام عادل إمام بتطفيشه وقال إن عادل إمام مش بيفتكر حد ساعده. في النهاية رحل أبو الحسن بعد رحلة قدم فيها أدوار فكاهية، ورغم إنه ما خدش البطولة لكن وجوده في أي عمل كان بيدي نوع من البهجة. ومن المعلومات اللي محدش يعرفها إن أبو الحسن شارك في مسرحية المتزوجون مع سمير غانم وجورج سيدهم في دور عصمت، لكن اعتذر بعد كده وراح الدور للفنان محمد التاجي، ولسوء حظه إن المسرحية اتصورت بعد ما مشي منها. قولولنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه للفنان محمد أبو الحسن.
من محامية لأبلة في الإذاعة، وأم كلثوم كانت بتغير منها، وعبد الوهاب غنى لها أنا والعذاب وهواك. يا حبايبي يا حلوين، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مقدمة ارتبطنا بيها من سنين طويلة لأبلة فضيلة، صاحبة أشهر برنامج إذاعي للأطفال في مصر والوطن العربي، وعشنا مع حوادثها اللي سابت ذكريات جوانا. تعالوا أقول لكم مين هي أبلة فضيلة، ومين هي أختها الفنانة، وليه اختارت لقب أبلة بدل ماما. وهقول لكم لأول مرة سر حب عبد الوهاب ليها. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها فضيلة توفيق، واتولدت سنة 29 لأب مصري وأم تركية، وكان عندها 3 بنات وولد وحيد. أختها الصغيرة هي الفنانة محسنة توفيق، درست في مدرسة الأميرة في ريال، وكانت زميلتها فاتن حمامة، وكانت بتحب الحواديت من صغرها. لما كانت جدتها بتجمعها هي وإخواتها وتحكي لهم الحواديت، ونفس الحال مع جدها. ودخلت كلية الحقوق علشان تزامل أخوها الكبير، وكمان كان زميلها عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق. واشتغلت بعد تخرجها في مكتب وزير المواصلات وقتها. وفي أول يوم حاولت الصلح بين خصوم في واحدة من القضايا، فنده لها الوزير وقال لها مهنتها بتعتمد على الخلافات، وإنها ما تصلحش العمل في المحاماة، فسابت الشغل. بعدها قابلت الإذاعي بابا شارو محمد محمود شعبان سنة 53، وقالت له إن أمنيتها تشتغل في الإذاعة، وقدمت أوراقها وتعينت كمذيعة لنشرة الأخبار. ودربها الإذاعي الكبير حسن الحديدي، وكان أول أجر ليها هو 12 جنيه، وكانت بتحوش منهم 4 جنيه في حصلتها. ومع بداية البث التلفزيوني اتنقل بابا شارو للعمل في التلفزيون، واختارها علشان تحل محله لتقديم برنامج غنوة وحدوتة. وفضلت تكون أخت كبيرة للأطفال بلقب أبلة بدل ماما. ومن أشهر حواديت أبلة فضيلة حكاية عم غلباوي، وحكاية الكسلان، وحكاية كوب اللبن، وأشطر الشطار. وفي خلال فترة صغيرة قدرت تخطف أنظار الكبار والصغار، واستضافت شخصيات بارزة في البرنامج زي نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز والموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر كامل الشناوي والموسيقار سيد مكاوي وعبد الحليم حافظ. وقدمت كمان الأطفال الموهوبين زي صفاء أبو السعود وهاني شاكر ومدحت صالح. وفي عيد ميلادها استضافت عبد الوهاب في الاستوديو، وطلبت منه يغني بصوته وعلى العود أغنية ست الحبايب اللي لحنها لفايزة أحمد، ووافق بعد إلحاح. وبعد ما الحلقة خلصت طلب يتجوزها، واشترط ان الجواز يكون في السر، بس والدة أبلة فضيلة رفضت خالص، لأنه كان متجوز من السيدة إقبال نصار وعنده 5 أولاد منها، واضطرت تهرب منه عند أختها يسر في إيطاليا. وسافر لها عبد الوهاب وطلب يتجوزها لأنه بيحبها، بس رفضته للمرة التانية. ولما رجعت مصر عرفت من الكاتب حسنين هيكل إن عبد الوهاب طلب من الشاعر عبد المنعم السباعي يكتب له أغنية أنا والعذاب وهواك. كمان حصل بينها وبين الدكتور حسن الحفناوي زوج أم كلثوم إعجاب متبادل، فقالت إفيه شهير هو صحيح عبد الوهاب تاب وصاحب فضيلة. قبل فضيلة اتجوزت مرتين في حياتها، ما أنجبتش من الأول، وبعدها اتجوزت من كبير مهندس الإذاعة المصرية إبراهيم أبو سريع، وأنجبت بنتها الوحيدة ريم. وتولت أبلة فضيلة منصب رئيس لجنة الاستماع بالإذاعة ومدير برامج الأطفال ورئيس البرنامج العام. وقدمت على مدار مشوارها الإذاعي برامج، منها برنامج مستقبلي، ولكن برنامج غنوة وحدوتة هو أشهر برامجها. حصلت أبلة فضيلة على وسام الاستحقاق من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشهادة تقدير من الاتحاد السوفيتي،
ومن المركز الكاثوليكي للسينما باعتبارها صاحبة أجمل رسالة في عالم الطفولة، وتم تكريمها كأم مثالية للإعلاميين بعيد الأم سنة 2016. أما في 2014 بقى قررت تسافر تعيش مع بنتها الوحيدة ليها في كندا بسبب حبها لأحفادها، وحصلت بعدها على الجنسية، وانتهت رحلة أبلة فضيلة في كندا عن عمر 94 سنة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. فنانة مصرية قررت تكون درع من الدروع البشرية في حرب بغداد. مع بداية الألفية الثانية اشتهرت في السينما بأدوار الأم العجوزة أم دم خفيف للنجوم الشباب، فقدمت شخصية أم جاد في فيلم صاحب صاحبه مع محمد هنيدي والفنان أشرف عبد الباقي سنة 2002، وقابلوا دور أم علاء اللي كسب جايزة من باور فاميلي في فيلم جاءنا البيان التالي سنة 2001، وكمان شاركت في فيلم أفريكانو بدور أم بدر. يا ترى عرفتوا هنتكلم عن مين؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة فوزية عبد العليم. في الأول خليني أقول لكم إنها ما بدأتش رحلتها الفنية في 2001 زي ما المواقع الفنية بتقول، لكن بدأت مشوارها الفني قبل كده بكتير، لما كانت فوزية مراهقة وعندها حلم للتمثيل والنجومية، فكانت ملامحها الجميلة بالإضافة لموهبتها الفنية كافية إنها تخليها نجمة، لكن عيلتها ما رحبتش بالموضوع خالص، وكمان كانت عقبة قدامها علشان تدخل الوسط الفني، فوالدها كان أزهري وعمها عضو برلمان، فما تقبلوش إن بنت العيلة المحافظة تشتغل في التمثيل، وقدام إصرارها ما وافقتش العيلة بشكل كامل لرغبتها. فلما كان عندها 20 سنة قدمت أول تجاربها التمثيلية بأدوار محدودة في أفلام، بعدين انضمت لفرقة رمسيس المسرحية مع الفنان يوسف وهبي، بالإضافة لبعض الأدوار في الدراما التلفزيونية، وده كان في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وبقت في الفترة دي عضوة بنقابة المهن التمثيلية، وده حسب ما قالته بنتها الصغيرة سوزان. بعد بقى ما نجحت فوزية في إنها تحط رجليها على أول الطريق الفني، اتجوزت من الدكتور عصمت عبد الكريم وجابت 3 أطفال، نيفين ووحيد وسوزان، فقررت تضحي علشان ترعاهم، فكانت أولويتها هي عيلتها، وده على حسب كلام بنتها سوزان اللي قالت إنها تخلت عن طموحها الشخصي علشاننا وكنا المسؤولية الأولى ليها، وبعدت عن التمثيل حوالي 20 سنة لحد ما كبرنا وبدأنا نعتمد على نفسنا، ولكن طول الفترة دي كانت بتفكر دايما في حلمها. وفي نهاية التسعينيات قابلت فوزية المخرج شريف عرفة بعد ما اشتغلت معاه في حملة إعلانية، ورشحها لأداء دور جدة أحمد السقا في فيلم أفريكانو مع المخرج عمرو عرفة، وبعده المخرج سعيد حامد في فيلم جاءنا البيان التالي، واداها دور أكبر من الفيلم التاني صاحب صاحبه. وخلال الفترة دي شاركت في مجموعة كبيرة من الأفلام، وكانوا أولادها مبسوطين بالنجاح اللي بدأت والدتهم تحققه علشان كانوا حاسين إنهم السبب ورا ضياع حلمها. وقالت بنتها نيفين كل البيت كان مرحب بشغلها، كنا مبسوطين بطموحها وكنا بنشجعها وكنا كمان بنشتغل معاها، في اللي اشتغل مدير أعمالها واللي فيه كان بيجهز لها لبسها وفي اللي كان بيوصلها لللوكيشن ويرجعها، بس التمثيل مش هو الفرع الفني الوحيد اللي كانت شاطرة فيه فوزية. فقالت بنتها إنها كانت شاطرة في الرسم وعزف الكمانجة، وكمان كانت بتكتب شعر، وكانت دايما بتحضر صالون للشاعر أحمد رامي، وكانت بتدرس كمان اللغة الفرنسية. ما كانتش مهتمة بالفن وبس، لأ كانت كمان مهتمة بالسياسة، وكانت ناشطة فعالة في كل القضايا العربية، من أول شغلها في التمريض خلال العدوان الثلاثي
وخرجت كمان في حملات التبرع بالدم في 73، وشاركت في كل الفعاليات الخاصة بفلسطين والعراق وضرب جنوب لبنان. لكن في 2003 حصلت حادثة قلبت لها حياتها، وده اللي قالته بنتها سوزان لما سافروا بغداد كدروع بشرية معترضين على ضرب أمريكا للعراق. وقالت في طريقنا اتعرضنا لحادث مميت لما اتقلبت بينا العربية قبل ما نوصل بغداد بحوالي 100 كيلومتر، واتصابت فوزية في الحادث بكسور في الضلوع ونزيف في الرئة وكسر في الترقوة وشرخ في الجمجمة، وفضلت تتعالج من الإصابات دي على مدار سنين كتير. ومن الوقت ده وحالتها الصحية اتدهورت، ولكنها برضو حرصت على المشاركة في ثورة يناير وثورة 30 يونيو، بالإضافة إنها نزلت وإدت صوتها في الانتخابات بالرغم من إنها كانت بتتحرك على كرسي متحرك، بس كانت مؤمنة بأهمية المشاركة. ورحلت عن عالمنا في 25 يوليو 2019 بعد مشوار قصير نسبيا في الفن، إلا إنها سابت بصمة مش هتتنسي، فكان وجودها في أي فيلم جرعة كوميدية مكثفة. قولولنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه لفوزية عبد العليم. تعرف إن في تعبان اتعلم رقصة سامية جمال؟ على مر الأجيال ارتبط الجمهور بنجوم الفن ارتباط كبير جدا، وكتير بيحصل بعض المواقف بين الفنانين والمعجبين، في منها اللي غريب وفي منها اللي طريف. وكان لفنانين الزمن الجميل الكتير من المواقف اللي فضلوا فاكرينها وبقت ذكريات عند معجبينهم وبيفتكروها دايما الفنانين وبيحكوها. وفي حلقتنا بقى النهاردة هنتكلم عن المواقف الغريبة والطريفة دي. ومن بين المواقف دي الموقف اللي تعرضت له سامية جمال وحكيته لمجلة الكواكب، وقالت كنت برقص على مسرح من المسارح وكانت الصالة مليانة بالجمهور، وأول ما دخلت الناس سقفت لها وهي وطت تحييهم وبدأت ترقص. وقالت خلصت رقصتي الأولى وطلب الجمهور إني أعيدها، وكان أكتر واحد مصر راجل عجوز عنده حوالي 50 أو 60 سنة كده، وكان قاعد في الصف الأول. وأول ما بدأت ترقص راح الراجل العجوز مطلع ناي وبدأ يعزف، والناس كلها طبعا قعدت تبصله. واتفاجئت سامية جمال إن كان جنبه سلة حاطتها جنبه وخرج منها تعبان كبير. طبعا هي أول ما شافت التعبان صرخت والناس اتخضت واندفعوا في الصالة وجريوا، والراجل العجوز جه البوليس وقبض عليه. وقالت سامية جمال إنها عرفت سر الراجل بعد استجوابه. طبعا طلع إيه بقى؟ طلع ساحر، وكان عايز يدرب التعبان على حركات الرقص اللي بتقوم بيها سامية جمال. وقال الراجل في التحقيقات إن من كتر حبه لسامية جمال كان عايز يدرب التعبان على رقصاتها وحركاتها. أما بقى الفنان يحيى شاهين فتعرض لموقف محرج جدا قدام الجمهور، وقال إنه كان رايح الشاطئ مع صحابه علشان يقضوا الصيف في اسكندرية، وكان وقتها مشهور ومعروف. وهو واقف بقى على الشط لقى المعجبين وقفوا حواليه وعايزين يمضوا اوتوجرافات، واتفاجئ بإيد ظابط بتمسك بيه وقال له قدامي على الاسم. طبعا يحيى شاهين اتصدم واتحرج قدام جمهوره، وسأل الظابط عن السبب وعن الجريمة اللي عملها. قال له الظابط أما تروح القسم هتعرف. وفي الطريق لقسم الشرطة قعد يفتكر يحيى شاهين كل اللي حصل من ساعة ما جه اسكندرية، وافتكر إنه جه الشط الصبح مع صحابه ولقى بنت بتغرق فجري ينقذها، لكن لاحظ إنها بتعيط كل ما يقرب لها وهي تبعد عنه، فافتكر في الأول إنها عايزة تنتحر، لكن فهم إن الموج خلى المايو بتاعها يتقطع، فطبعا هي كانت محرجة
ولكن أصر يحيى شاهين إنه ينقذها. وقال يحيى شاهين إنه ملقاش طريقة ينقذ بيها البنت غير إنه يفك الحزام اللي كان ربطه على المايو بتاعه ويرميه للبنت ويشدها لحد الشط. وفعلا أنقذ البنت بالطريقة دي. ولما وصل لاسم الشرطة عرف إن جريمته هي إنه لابس المايو على الشط من غير حزام، وكانت عقوبة الجريمة دي يدفع 25 قرش غرامة، واستلفها كمان من واحد من المعجبين لأنه كان سايب حاجته على الشط. وفي عدد نادر من مجلة الكواكب صدر سنة 1953 نشرت المجلة موضوع بعنوان رأيناهم وتحدثنا إليهم، عرضت خلاله عدد من خطابات المعجبين بيحكوا فيهم مواقف حصلت بينهم وبين نجومهم المفضلين. وعرضت المجلة تفاصيل خطاب من معجبة موقع باسم ليلى، حكت فيه عن موقف مش هتنساه أبدا حصل لها من 3 سنين لما راحت زيارة لصاحبتها اللي كانت بتسكن في عمارة كبيرة. وقالت وهي مروحة من عند صاحبتها ركبت الأسانسير وحد وقفه في دور من الأدوار، ولقت بنت داخلة لابسة بالطو أخضر كده ومغطية وشها بشال أحمر. الأسانسير بقى وهو واقف راح عطل بيهم. وقالت فضلت أصرخ من الخوف وزعق، وسمعت بوابين العمارة رايحين يجيبوا حد يصلح الأسانسير، والبنت اللي معاها وقع من على وشها الشال. فبصت لها كده طلعت مين؟ طلعت الفنانة ليلى فوزي. وقالت أول ما شفتها نسيت خوفي وقعدت أكلمها عن إعجابي بيها. وبدأت ليلى فوزي تقول لها إيه بقى أكتر الأفلام اللي حبيتيها ليا لحد ما صلحوا الأسانسير ونزلوا منه. وليلى فوزي قالت للمعجبة يا ريت ألاقيكي في الأسانسير لما يتعطل المرة الجاية. وفي خطاب تاني للمعجبة اتكلمت فيه عن قصتها مع الفنانة شادية. وقالت صاحبة الخطاب إنها كانت قاعدة مع مامتها في كازينو في الجيزة، وفجأة لقت كاميرات وفنانين دخلوا الكازينو علشان يصوروا مشهد في السينما. وقالت المعجبة إنه كان من بين فريق العمل السينمائي شادية وكمال الشناوي، ودخلوا لمطعم الكازينو للتصوير. وقالت إنها لاحظت الفنانة شادية وهي في طريقها للترابيزة علشان تصور المشهد وشربها شبك في الكرسي واتقطع. فاقترح حد من العمال إنه يروح بالعربية بسرعة ويجيبوا لها شراب جديد، وطبعا وقفوا التصوير لحد ما يجي. وقالت إنها أشفقت على الفنانة شادية فرحت لها وقالت لها ممكن أديكي شرابي وعلى فكرة هو جديد. واتفاجئت البنت إن الفنانة شادية وافقت وشكرتها كمان. ودخلوا أوضة كده في الكازينو وغيرت الشراب واديته لشادية تلبسه. وبعد ما خلصت المشهد اديتها الشراب وشكرتها تاني واتصورت معاها واديتها صورة مكتوب عليها إهداء. وقالت المعجبة إنها احتفظت بالصورة والشراب في صندوق صغير عندها كتذكار من ممثلة ومن مطربة بتحبها. ضحكتها لعالية الرنانة اللي صوتها مميز سواء في أفلامها السينمائية أو على المسرح كانت معبرة عن حياة فنانتنا النهاردة. بس على الرغم من كده نهايتها كانت مأساوية. حكايتنا النهاردة عن الفنانة ميمي شكيب. محطات كتير عاشتها ميمي شكيب شكلت مشوار حياة طويل من القصور والسرايات اللي قضت طفولتها فيها. اتولدت أمينة شكيب لعيلة كبيرة وثرية بترجع لأصول شركسية، فكان والدها مأمور لاسم بوليس حلوان وجدها ضابط في الجيش في عهد الخديوي إسماعيل. أما بقى والدتها فكانت سيدة أرستقراطية بتتقن الكثير من اللغات منها التركية والإيطالية واليونانية والألمانية. وكان ليها أخت واحدة أكبر منها ب4 سنين هي زينب أو الفنانة زوزو شكيب. عاشت أمينة في القصور والسرايات
وتعلمت في مدرسة العلا المقدسة، وعلى الرغم إنها ما كانتش متفوقة في دراستها إلا إنها قدرت تتقن اللغتين الفرنسية والأسبانية، ومن صغرها كانت بتتميز بالشقاوة والخفة والدلع. وعلى الرغم من الحياة المرفهة اللي عاشتها أمينة إلا إنها ما حستش بالسعادة بسبب معاملة والدها المتشددة، فكان بيمنعها هي وأختها من الخروج من البيت إلا للخروج للمدرسة بس. واستمرت حياة أمينة شكيب هادية ومستقرة لحد ما اتقلبت حياتها بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ، وكان عندها حوالي 12 سنة. ودخلت والدتها في صراع عنيف مع أسرة جوزها بسبب الميراث، لأنهم طلبوا منها ياخدوا البنتين ويربوهم، لكن مامتهم رفضت فحرموهم من الميراث. واضطرت الأم تنزل الشغل علشان تقدر تصرف على بناتها. في الوقت ده بقى اتقدم ابن أخت إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء للجواز من أمينة، وعلى الرغم من إنه أكبر منها ب20 سنة إلا إنها وافقت على الجواز منه، وكانت سعيدة بالجوازة دي لأنها كانت فاكرة إنها هتعيش حياتها بقى بحرية وانطلاق، وإنها تقدر تروح السينما بسهولة، لأن الحاجات دي كان والدها رافضها خالص. لكنها اتفاجئت لأن جوزها طلع متزمت أكتر من والدها، وكان منعها برضه من الخروج خالص. مش بس كده، لا ده بعد 3 شهور من جوازهم اتجوز عليها وسابها لوحدها في البيت. كانت حامل في أول طفل ليهم، وطبعا ما تحملتش الصدمة وجالها شلل مؤقت، وراحت بيت والدتها علشان تكمل علاجها. وبعد بقى ما خفت طلبت الطلاق، وعلى الرغم من رفضه في البداية إلا إنه بسبب إصرارها وافق في الآخر واتطلقوا. بعد الانفصال بقى قررت أمينة إنها تتمرد على نمط حياتها اللي فاتت وتعيش بقى بحرية ومن غير قيود، وفكرت إنها تشتغل في الفن، خاصة إنها بتعشق الفن من وهي طفلة. فراحت على طول على الاستوديوهات والمراكز الثقافية لحد ما لقت فرصتها الأولى من خلال جماعة أنصار التمثيل، وانضمت ليها واتدربت فيها الفترة، وكمان أسست فرقة تمثيلية خاصة بيها واشتغل معاها ممثلين زي زكي رستم وأحمد علام، وقدمت أول رواية ليها من خلال الفرقة وهي فيوليت. وعلى الرغم من إن الرواية ما نجحتش إلا إنها ما فقدتش الأمل خالص، فراحت مع أختها لنجيب الريحاني وضمها لفرقته. وفي خلال فترة قصيرة بقت ميمي شكيب بطلة الفرقة وقدمت مسرحيات كتير، ومن أهم مسرحياتها اللي قدمتها مع الفرقة الدلوعة، وحققت من خلالها نجاح كبير جدا، علشان كده لقبوها بدلوعة المسرح. وكان لميمي شكيب مغامرات عاطفية كتيرة قوي، زي أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي اللي أعجب بيها لما شافها على مسرح الريحاني، وقابلوا بعض بعدها لحد ما عرفت الملكة نازلي بالموضوع ده، فطلبت من الريحاني طرد ميمي شكيب من الفرقة، ولما رفض بعتت له تهديد بالقتل. فاضطرت هنا بقى ميمي شكيب إنها تقطع علاقتها خالص بأحمد حسنين. بعدها ارتبطت عاطفياً بالاقتصاد الكبير أحمد عبود باشا اللي غرقها بالهدايا، وكمان تعددت مغامراتها العاطفية لحد ما بقت حديث الصحف في الفترة دي. فقررت إنها تتجوز مرة تانية، وكان بقى مين المرة دي؟ رجل الأعمال جمال عزت هو الزوج التاني في حياتها. لكن الزيجة دي أو الجوازة دي ما استمرتش كتير، لأن بسرعة حصل انفصال ما بينهم بسبب غيرته الشديد عليها. وما اكتفتش ميمي شكيب بالنجاح اللي حققته على المسرح وبس، ونقلت نجاحها للسينما. كان أول فيلم ليها ابن الشعب، وكان البطل معاها سراج منير، وكانوا في قصة الفيلم بيحبوا بعض. وتحولت قصة الفيلم لقصة حب حقيقية بين ميمي شكيب وسراج منير، ولكن فرحتها ما اكتملتش بسبب رفض أسرتها للجوازة دي، لأنهم كانوا عايزين ترجع لجوزها أبو ابنها، فسابوا بعض. وبعد 3 سنين اجتمعوا تاني في فيلم مع بعض، هو فيلم
الحل الأخير، وقرر سراج منير طلبه مرة تانية، والمرة دي أهلها وافقوا. بس المفاجأة بقى إن أهله هم اللي رفضوا، لأنهم ما كانوش عايزينه يتجوز من فنانة. فراح سراج منير على طول لنجيب الريحاني اللي كان متعاطف مع قصة حبهم، فتوسط أكتر من مرة عند أسرة سراج. وبعد محاولات لسنين وافقت الأسرة واتجوزوا لمدة 15 سنة. وبعدها بكام سنة مات سراج منير بسبب إصابته بأزمة قلبية، فقررت ميمي شكيب ما تتجوزش من بعده، وركزت بشكل كبير على شغلها. وكانت دايما بتعمل حفلات يوميا في بيتها، وبيحضرها مسؤولين كبار في الدولة وأثرياء مصريين وعرب، وطبعا فنانين. والحفلات دي كانت هي بداية النهاية لميمي شكيب، لأنه في يوم وكانت الحفلة شغالة اتقبض عليها ومعاها مجموعة من الفنانات بتهمة ايه بقى؟ بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب، وهي القضية اللي اتسمت بالرقيق الأبيض. طبعا الإعلام كان مهتم بالقضية دي، وجلسات المحاكمة كان بيحضرها كتير من المراسلين المصريين والأجانب والمواطنين العاديين كمان اللي كانوا بيجوا يقفوا قدام المحكمة. وده اللي خلى القضاء يخلي الجلسات سرية، والقرار ده خلى الناس عندها فضول أكتر وأكتر. وبعد 170 يوم من المحاكمة خدت ميمي شكيب وباقي المتهمين براءة، وفضلت ميمي شكيب محبوسة طول فترة المحاكمة، وقالوا إنها اتصابت بحالة من السم والبكم في السجن، وكانت بتعيط طول الوقت لأنها كانت عارفة إنها مظلومة وإن القضية دي متلفقة. على الرغم من إن ميمي شكيب خدت براءة، إلا إنها ما كانتش كافية قدام المصريين، لأنها فضلت تعاني من التهمة دي ودخلت مصحة نفسية لشهور. وبعد خروجها ما قدرتش تكمل حياتها بشكل عادي، وبعد عنها المخرجين والفنانين، وما قدمتش في الفترة دي غير أعمال قليلة وأدوار ما تلقش بيها، وكان آخر أفلامها السلخانة. ونتيجة لظروفها السيئة اضطرت إنها تقدم على معاش استثنائي من صندوق معاشات الأدباء والفنانين بوزارة الثقافة. وعلى طريقة سعاد حسني جت نهاية ميمي شكيب، فوقعت من بلكونة بيتها في وسط البلد سنة 1983، ومحدش عارف مين ارتكب الجريمة. وفي كلام اتقال وقتها إن حد من السياسيين اتخلص منها، واتأيدت القضية ضد مجهول. فنانة كانت هتتجوز ملك وفيفي عبده سبب طلاقها. الفنانة شيرين سيف النصر من أجمل الفنانات اللي ظهروا في فترة التسعينيات، وبالرغم من إن أعمالها الفنية قليلة نوعا ما، لكن حياتها الشخصية مليانة بالأحداث والمفاجآت. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض. شيرين سيف النصر اتولدت سنة 1967 في الأردن لأب مصري وهو إلهام سيف النصر وأم فلسطينية. وكان والد شيرين سيف النصر صحفي مقرب من القصر في الأردن، وبترتبط والدة شيرين بصلة قرابة بملك الأردن، فجدتها لأمها حنان طوقان، وهي والدة الملكة عليا طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين. وبيتقال أخبار كتير إن دخول شيرين مجال الفن اتسبب في قطيعة بينها وبين بنت خالتها الأميرة عليا بنت الملك حسين، واللي كانت بتفكر إنه اتجوزها أخوها الملك عبد الله الثاني قبل ما يبقى ملك الأردن ويتجوز الملكة رانيا. واتجوزت شيرين سيف النصر 3 مرات. أول مرة كانت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وده كان سنة 96، واعتزلت وقتها الفن لفترة طويلة، لكن بعد كده أعلنت طلاقها ورجعت للفن مرة تانية. واتجوزت شيرين المرة التانية من الفنان مدحت صالح، واللي اتعرف عليها ووقع في حبها بسرعة
واتجوزوا بعد شهر، وده كان في شهر يوليو سنة 2000. لكن بعد فترة قصيرة حصلت خلافات كتيرة بينهم بسبب الفنانة فيفي عبده، واللي رفعت على مدحت صالح قضية بتطالب فيها إنه يرد لها مبلغ كبير كان 1.5 مليون كانت سلفته له، وهو رفض يردهم ليها. وقتها اتقال كلام كتير قوي إن فيفي ادت لمدحت صالح المبلغ ده بسبب قصة حب كانت بينهم، وإنها قررت تنتقم منه بعد ما اتجوز شيرين. ووقتها حصلت خلافات كتير بين شيرين ومدحت بسبب الموضوع ده. واللي زود الخلافات كمان إن مدحت طلب من شيرين إنها تساعده في دفع المبلغ ده لفيفي، لكنها رفضت، فحصل طلاق بينهم بعد 4 شهور بس من الجواز. وعلقت فيفي عبده بعد كده على اتهاماتها بإنها كانت سبب في طلاق مدحت صالح وشيرين سيف النصر، وأكدت إنه ما كانش فيه أي قصة حب ما بينهم خالص، وإنه كان بالنسبة لها مجرد صديق وأخ. واشتغلت معاه فترة طويلة على المسرح في مسرحية حزمنياه. أما الجوازة الثالثة في حياة شيرين سيف النصر فكانت من جراح تجميل اسمه رائف الفقي، وده كانت سنة 2010، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة. وترددت إشاعات كتير جدا عن قصة حب جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي أثناء اشتراكهم في فيلم سواق الهانم، لكن شيرين نفت الإشاعات دي تماما، لدرجة إنها رفعت قضية على الدجال اللي روج الإشاعة دي، وكسبت القضية واتحبس بسببها 7 سنين. وقالت شيرين عن الواقعة دي إن الدجال نشر الإشاعة دي في واحدة من الجرايد، فرفعت قضية عليه وكذبتها، وأكدت إن الإشاعة دي خلت والدها يطلب منها إنها تسيب مجال الفن، لكنها رفضت وقالت إن دي حاجة مش دايمة، وإن الجمهور والإعلام وزمايلها الفنانين بيدافعوا عنها. لو أول مرة تعرفوا المعلومات دي قولوا لنا في التعليقات. بعد ما كان فنان بقى بقال، الفن ملوش أمان. اتلقب بالفنان الفلاح لاعتزازه بأصله الريفي والعادات والتقاليد اللي ربى عليها عياله الستة. حكايتنا النهاردة عن الفنان شفيق نور الدين، صاحب الأدوار المختلفة اللي خليته يحفر اسمه في تاريخ الفن، ومن أشهرها البخيل واليهودي والموظف صاحب المبادئ والقيم وغيرها. اتولد شفيق سنة 1911 في قرية في المنوفية، والتحق بمدرسة الصنايع، ولكنه سابها علشان يدخل معهد التمثيل في القاهرة اللي كان بيسافر ليها كتير مع والده علشان يبيع القطن اللي كان بيتاجر فيه. وهناك شاف المسارح والسينما اللي خلته عايز يدخل المجال الفني. بدأ شفيق خطواته الأولى في الفن ملقن في المسرحيات بمرتب 3 جنيه، وبعدها قدم أدوار صغيرة على المسرح مع سلامة حجازي وجورج أبيض وزكي طليمات وغيرهم. ومن أشهر أعماله أم رتيبة والمحروسة وسكة السلامة وغيرها. وفي سنة 1944 اقتحم السينما بأدوار مختلفة برع فيها، زي الصحفي في فيلم أحب الغلط، والمحامي في من الجاني، والراجل المجنون في فيلم البني آدم، والراجل اليهودي. ومن أشهر أفلامه مراتي مدير عام وأمير الدهاء ومعبودة الجماهير وغيرها. كمان شارك في أكتر من 13 مسلسل من بينهم الفلاح والضحية والرحيل. أما بقى عن حياته الشخصية، فاتجوز شفيق نور الدين في بداية دخوله الفن وأنجب 6 أبناء. ولكن في الفترة دي حصلت أزمة اقتصادية شديدة على الفن والمسرح في الثلاثينات، فاضطر يرجع مرة تانية للقرية علشان يشتغل مع والده في تجارة القطن، وده طبعا علشان يعرف يصرف ويأكل أولاده. وفتح محل صغير يبيع فيه لبن وعيش
علشان يوفر دخل لأسرته، وفضل على الحال ده لمدة 1.5 سنة. وبسبب الظروف الصعبة دي منع ولاده من الدخول للمجال الفني علشان كان خايف عليهم جدا. ولكن ابنه نبيل نور الدين رفض تنفيذ رغبة والده وأقنعه بالسماح ليه بالدخول للفن لحد ما وافق. وبعد فترة رجع شفيق نور الدين للفن والتمثيل بعد ما الأزمة انتهت، وخد جوائز وتكريمات كتير، من بينها شهادة الجدارة في عيد الفن سنة 58، وكمان كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنحوا وسام الشرف من الطبقة الأولى، لحد ما توفى سنة 1981 وهو عنده 70 سنة. قولولنا في التعليقات ايه أكتر دور بتحبوه للفنان شفيق نور الدين. فنانة بالرغم من إنها اتولدت مسيحية إلا إنها اتدفنت في البقيع في السعودية، وصلى عليها 50,000 مصلي، وأطلقوا عليها خطافة الرجالة. حلقتنا النهاردة عن الفنانة إيلين داغر. يا ترى مين هي والدتها اللي كانت أشهر منتجة للسينما في الوقت ده؟ وإيه موضوع الحلم اللي حلمته؟ تابعونا للنهاية. الفنانة إيلين داغر اتولدت سنة 23 في لبنان، وهي بنت المنتجة الكبيرة آسيا اللي كانت أهم منتجة أفلام زمن الفن الجميل، وخالتها تبقى ماري كوين زوجة المخرج الراحل أحمد جلال. وبدأت حياتها بالأدوار التانية، بس كانت بتقوم بأدوار مهمة في أفلامها لحد ما أقنعها الناس القريبين منها تغير اسمها علشان تكسب تعاطف الجمهور، وفعلا غيرته وبقت منى. وقدمت 20 فيلم في 10 سنين، وكلهم كانوا من إنتاج والدتها آسيا. وانطلاقتها الفنية كانت من خلال فيلم أما جنان مع إسماعيل ياسين وزينات صدقي سنة 44. واتجوزت إيلين داغر أول مرة من المهندس علي برهان، وخلفت منه طفلين بس وما استمرتش معاه، وانفصلوا بعدها واتجوزت علي منصور اللي كان يعتبر واحد من أشهر وأهم المحاميين في مصر في الخمسينيات، وأشهرت إسلامها بعد جوازها منه ب5 شهور، وده لما شافت التزامه في العبادات وأخلاقه العالية، وغيرت اسمها لعصمت، وخلفت بنتها وهي بتحج وسمتها فاطمة الزهراء على اسم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقررت إيلين داغر إنها تعتزل الفن وتتفرغ للصلاة والعبادة. وبعد فترة طلبت من والدتها المنتجة آسيا إنها تحرق كل الأفلام اللي شاركت فيها، بس آسيا صدمتها ورفضت وقالت لها الأفلام دي فيها تاريخ السينما المصرية وشارك فيها أهم ممثلين، انت لما خدت قرار دخول الإسلام أنا معرضتكيش، احترمت قرارك، اما الافلام دي ملكي ومستحيل احرقها. طيب ليه بقى اطلقوا عليها لقب خطافة الرجالة؟ ده لانها لما مثلت لاول مرة كان بالصدفة، لان كل الفنانات رفضوا يعملوا دور البنت الارستقراطية الشريرة اللي بتخطف البطل من حبيبته او حتى مراته. وللاسف ما عرفتش تغير الدور ده في كل افلامها لحد ما طلع عليها لقب خطافة الرجالة، بالرغم من إنها كانت في الحقيقة بتكره الشخصية دي. وشافت إيلين داغر قبل وفاتها رؤية في المنام إنها بتتوفى في السعودية، وفعلا اتحقق حلمها بعد شهور لما كانت في زيارة للمدينة المنورة، وتوفت هناك وصلى عليها أكتر من 50,000 مصلي، واتدفنت في البقيع عن عمر 77 سنة. رحم الله الفنانة إيلين داغر وأسكنها فسيح جناته. هانم من هوانم السينما سابت الوزير اللي بنالها القصر علشان البيه البواب.
الجمهور من خلال شخصيات متنوعة قدمتها بطريقة مبهرة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية. ومن ضمن الأعمال دي ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وأوبرا عايدة وحب لا يرى الشمس والبيه البواب وعفاريت السيالة. تعالوا نعرف قصة هانم السينما صفية العمري. النجمة المصرية صفية العمري من أشهر الممثلات في حقبة السبعينات والثمانينات، واشتهرت بتطبيق شخصية ناظج هانم السلحدار في مسلسل ليالي الحلمية. وكانت دايما هانم السينما صفية العمري حريصة إنها تبعد حياتها الشخصية عن عين الصحافة، واتجوزت من الفنان المصري جلال عيسى وجابت منه ولدين هما وليد وأحمد. ولكن الجوازة دي ما استمرتش كتير وانتهت بالانفصال، واتجوزت للمرة التانية من وزير الدفاع المصري وقتها المشير محمد أبو غزالة، ولكن كانت جوازة عرفي وبنى لها قصر أسطوري في شارع الكورنيش في المقطم، وده بعد طلاقها مباشرة من الفنان جلال عيسى. دي بقى الجوازة اللي رفضها الرئيس الراحل مبارك، فكان السبب الرئيسي ورا انفصالها عن المشير أبو غزالة. وحكت الفنانة صفية العمري إن إشاعة تشوه وشها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنين طويلة، ووجهت لمروجين الإشاعات دي رسالة كان مضمونها اتقوا ربنا في حالة مرضية، وقالت إنها اتصابت بمرض العصب السابع أثناء تصوير فيلم صاحب الإدارة بواب العمارة، وهي حالة اتسببت في ارتخاء العين وشلل في جزء من وشها. ومثلت مشهد في الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية اللي بتلعبها المفروض إنها هتتصاب بالشلل في مشهد من الفيلم، فأدته بشكل طبيعي. وقالت كمان صفية العمري إنها أخدت العلاج المناسب بعد كده وخفت، ومثلت الكثير من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن إشاعة تشوه وشها انتشرت وخلت المنتجين إنهم ما يعرضوش عليها أدوار لحد فترة قريبة. وكشفت صفية إنها تعرضت لعملية نصب، وقالت ده في برنامج من البرامج الحوارية، وقالت إن الموضوع ده كان هيقضي على ثروتها بالكامل، وده بعد ما جالها شخص وادعى إنه من طرف الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي ونصب عليها وأخد من ثروتها مبلغ كبير جدا. طيب مين بقى اللي اكتشف الفنانة صفية العمري؟ تعال أقول له. الفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم قدام الفنان محمود ياسين، ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية وتوالت الأفلام عليها ووصلت لحد 100 فيلم، من أهمها المهاجر والمصير مع يوسف شاهين والبداية والمواطن مصري مع صلاح أبو سيف. وخدت جوائز كتير في الكتير من المهرجانات الدولية والعربية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في الكتير من المهرجانات. ودي بقى كانت قصة هانم السينما صفية العمري. قولولنا في التعليقات ايه اكتر فيلم بتحبوه لناظج هانم السلحدار. فنان دارت عليه الأيام لدرجة إن مراته حبسته واتجوزت ابنه. نجمنا النهاردة هو كوميديان مصري وواحد من الأبطال اللي اتأمرت عليه الأيام وحطت له نهاية محزنة. تعالوا نعرف مع بعض مين الفنان ده. حكايتنا النهاردة عن الفنان عبد الفتاح الأسري اللي اتولد في 15 إبريل 1905، وقدم على شاشة السينما حوالي 100 فيلم، منها بسلامته عايز يتجوز والمعلم بحبح وانتصار الشباب وسي عمر ويوم في العالي وليلة الجمعة ولعبة الست. وتألق الأسري على خشبة المسرح وشارك في بطولة مجموعة متميزة من العروض، وكان يعتبر فاتح الشهية للجمهور في الأعمال دي. ومن أبرز المسرحيات اللي عملها صاحب الجلالة والست عايزة كده وعمتي فتافيت السكر ويا الدفع يا الحبس.
واتجوز عبد الفتاح الأسري 4 مرات، وكانت الأخيرة شابة أصغر منه بسنين كتير قدرت إنها تحتل قلبه وعقله، فحس بالضعف قدامها واستغلت مراته تعلقه بيها وأجبرته على التنازل عن كل ممتلكاته وكتب كل حاجة باسمها. وفي سنة 1962 بدأ الفصل الأول في مأساة عبد الفتاح الأسري. وفي ليلة حزينة وقف الأسري على خشبة المسرح بيأدي مشهد قدام إسماعيل ياسين، ولما استعد للخروج الدنيا اسودت في وشه واكتشف إنه اتصاب بالعمى، وفضل يصرخ ويقول أنا مش شايف حاجة، نظري راح. وافتكر جمهور المسرح إن المشهد ده جزء من المسرحية، فزاد ضحكهم وتسقيفهم. لكن الفنان الراحل إسماعيل ياسين أدرك المأساة اللي حصلت لصاحبه ووقف المسرحية وطلب من الجمهور إنهم يهدوا. ارتبكت بعد كده حياة عبد الفتاح الأسري، فتخلت زوجته عنه وأجبرته إنه يطلقها، واتجوزت من شاب بيشتغل صبي. إيه بقى حكاية الشاب ده؟ تعالوا أقول لكم. الشاب ده الأسري خده ورباه ورعاه لمدة 15 سنة واعتبره زي ابنه، واتقال إن طليقته حبسته في أوضة وعاشت مع جوزها الشاب ده في باقي الشقة. واتقال كمان إن الأسري كان بيقف في الشباك يطلب من الناس اللي ماشية في الشارع سندوتش وسجارة، وكانت العيال الصغيرة تقوله طب قول نورماندي طول أول. لكن بما إنه كان فاقد الذاكرة ومش عارف إيه الجملة دي وليه تحديدا هي اللي بيطلبوها منه، فكان بيقولها عادي لمجرد إنه ينفذ شرطهم ويفوز بالسندوتش والسجارة. عشان كده اضطرت أخته إنها تاخده شقتها في حي الشرابية شمال القاهرة وتقوم برعايته. وفي السنين الأخيرة للأسري وبعد ما زاد عليه المرض نقلت بعض وسائل الإعلام المصرية اللي تعرض ليه الأسري على إيد طليقته، فقامت الفنانة نجوى سالم والكاتب يوسف السباعي والفنانة هند رستم بجمع تبرعات علشانه، وقدموا للمحافظة طلب لمنحه شقة. وفي 8 مارس 64 نوبة السكر زادت على الأسري واتصاب بغيبوبة واتنقل لمستشفى المبرة، ولكن اتوفى هناك وما حضرش جنازته غير 3 أشخاص بس، من بينهم الفنانة نجوى سالم. ويعتبر الموقف ده من أكتر المواقف المؤلمة في تاريخ السينما المصرية. في النهاية بقى قولوا لنا ايه أكتر إفيه وأكتر فيلم بتحبوه للفنان عبد الفتاح الأسري؟